السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ أحمد سيد زيزو برضه جايله عروض من الإمارات ومن قطر، وعروض جدية برضه زي تريزيجيه ما اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا إن هو جايله عروض. فزيزو جايله عروض وبرضه هيتقعد معاه قعدة زي ما كانوا عايزين يقعدوا مع تريزيجيه ويخفضوا العقود. ما أعتقدش إن في لاعب هيرضى يخفض عقده يا جماعة. يعني أنت جيت وقلت لي اتعاقد معايا بقرشين، أنا اتعاقدت معاك بقرشين. ما تجيش تقول لي بعد كده لا أنت تاخد قرش. مش هيوافق غالبا. وانا من رايي ان هم لازم يعني يخلصوا فكره المعلمين اللي في الفرقه عشان الفرقه تفوق، ما يبقاش فيه مشاكل في اوضه اللبس. ادينا شايفين حسين الشحات واحمد كوكا مش عايزين يجددوا الا بارقام معينه، ومش عايزين يجددوا الا لما ياخدوا اللي هم عايزينه. يقول لك اشمعنى احنا؟ انتوا دافعين لده ودافعين لده ودافعين لامام عاشور وتريزيجيه وزيزو، فاحنا كمان عايزين ايه تشوفونا. فاتمنى العروض دي لو جايه فعلا لاحمد سيد زيزو، وقلنا قبل كده على تريزيجيه لو جاي لهم عروض من الخليج يا جماعه اقبلوا بالعروض دي واستفادوا ماديا. تمام، عشان تظبطوا اوضه اللبس. تمام، تظبطوا فاهمني، اللعيبه كلها تبقى عقودها قريبه من بعض. طبعا مش كلهم هيبقوا بنفس العقود، لان في لعيبه هتاخد عقود فئه اولى. تمام، بس الفكره كلها ان انت مبقاش في حد بياخد 100 وفي حد بياخد 20، ده مش هينفع. فأتمنى من إدارة الأهلي إن هي تظبط موضوع العقود دي للعيبة عشان ميبقاش في مشاكل في غرفة اللبس. وفي نفس الوقت لو جاي عروض للعيبة المعلمين اللي في الفرقة، تمام، لا تشوفوا العروض دي تشوفوها، ولو ينفع يتباعوا وتاخد من وراهم مكسب مادي كبير تدعم بيه الفرقة، صح؟ هو ده الأصلح للنادي الأهلي. السلام عليكم.